حد قال في ري من غير صرف؟ ايه اخبار المطار؟ ايه اخبار المبردات؟ اما الميه هتجيب ال5 مليار منين؟ موضوع طويل، يمكن معالي الرئيس هو اللي هيمنعني ان انا افتح موضوع الميه كتير، لكن انا عارف ان ال5 مليار دي لها صعوبه شديده جدا 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 عشان توصل لها يا ريس. تعال نشوف الابار. الابار انت قلت هتحفر 85 بير، كل بير يروي 100 فدان بتكلفه حوالي نص مليون جنيه. دي امنيات، لكن الواقع بيقول ان البير الواحد بيروي 10 فدادين، 10 فدادين بس، ومعظم هذه الابار مش شغاله، وحتى زهور الزيوت مختلطه بالميه عن تشغيل ماكينات الرفع. انا شفت الكلام ده. طب احنا يعني اصبح الهدف عند الحكومه انشاء ترعه وفيها ميه، طب فين الزراعه؟ عايزين نفهم. في الوضع اللي موجود مفيش. لكن حتى لما جم يبيعوها، باعوها ازاي؟ باعوا بكام؟ انا عايز الشعب المصري كله يسمع. الحكومه الذكيه باعت بكام؟ باعت الفدان ب50 جنيه. الفدان ب50 جنيه. 50 جنيه؟ لا ده كمان تدفع 20% من المشروع والباقي بالتقسيط على 5 سنين. ده كمان لا، ده عندك اعفاء من الضرائب والرسوم بكافه انواع لمده 20 سنه. لا ده عندك اعفاء كافه المعدات والالات ووسائل النقل وخطوط الانتاج للمزروعات. وانا سالت الحكومه بقالي شهر، قلت لها الشركات اللي اخذت الحاجات دي جابت ايه ودخلت ايه في خلال المده؟ ما ردتش عليا الحكومه لغايه دلوقتي. وزعوا الاراضي، العقود نفسها عقود فيها خلل، عدم الزام المستثمر بوضع خطه محدده للزراعه، عدم تجديد نوعيه المحاصيل، تحديد نوعيه المحاصيل، لم يلزم العقد بتقديم موعد لتصميم شبكات الري والصرف. وزيره الري لا يوجد بها. انا بسال سؤال للوزير، انت عندك اداره تختص بمتابعه اعمال الاستزراع اللي بيقوم عليها المشروع؟ لا ما عندكش اداره. الشركه المملكه العقد عندها العقد بتاعها ما فيهوش حته ال7%. انا معاك ان احنا ضد الربا ومش عايزين الربا، بس عايزين كل شباب مصر كده، كل المزارعين الصغار كده ما يتحسبش عليهم ربا عشان ما يدخلوش السجون. يبقى انتوا اللي بتدخلوا الناس السجون. انا هسألك سؤال، انت عملت حجر صحي؟ حجر صحي داخلي للمنطقه؟ دكتور اكرم الوقت خلص، عاوز وقت تاني؟ لا انت عامل حسابك اللائحه بتقول لك 20 دقيقه، هو ده اللي تعمل حسابك. نعم انا بكلم النائب، يعني انتوا لما بتتكلموا بتسيئوا للامور، سيبوني اتكلم معاه عشان اعرض الامر. لا النائب المحترم يطلب 15 دقيقة، واقترح ان على الاعضاء السادة النواب 10 دقائق. هل توافقون على مد العرض 10 دقائق؟ ها؟ امال عاوزين كام؟ عاوز اقتراح بديل. هناك اقتراح ب5 دقائق، الموافق يتفضل برفع يد. تفضل 5 دقائق. وعايز حد معاكم معايا يسأل هل المشروع ده له مسؤول؟ 5 دقائق من الان. عايز افهم، مشروع خطته 300 مليار جنيه له مسؤول؟ عايزين نعرف مين المسؤول. لما عملوا السد العالي عملوا وزير للسد العالي، ليه ما يتعملش وزير لتشكى عشان يحل المشاكل؟ لا يبقى الوضع موجود بالشكل ده. وانا قعدت اقرا القرارات اللي طالعه، القرارات كلها تكليف الهيئه العامه، يعني اللي باع الاراضي، المشروعات التعمير، المشروعات الهيئه العامه لمشروعات التعمير وتنميه الازراعيه. انا يمكن مع الناس بتوع الداخليه لما قالوا القرار الجمهوري بتاع الشركه القابضه، عاوز افهم الشركه القابضه يا اخوان، احنا بندعم الشركات. المشروع ده معمول لدعم الشركات مش لحاجه ثانيه يا ريس. وانا هاجي نقطه الفساد عشان الوقت اللي انتم مستعجلين، هتكلم عن الفساد. كل المشروع ده مع منطقه مفروض نظيفه اتلاقيت كلها فساد. هل يعقل يا ريس ان رئيس الاداره المركزيه للمشروع اللي هو المهندس المقيم سابقا كان عضوا في مجلس اداره الشركه المنفذه المشروع؟ ليه؟
ده نتج عنه ايه؟ ادى الحفر للشركة ب65 جنيه المتر، والشركة راحت بيعاه لشركة ب20 جنيه المتر، والشركة راحت بيعاه لشركة ب10 جنيه المتر. انتوا عاملين مشروع مساهمة لشركة المساهمة مش حل تاني. وانا بسأل اللي مش عاجبه الكلام ده يروح يشوف محكمة الجيزة حكمت على مدير تنفيذ المشروع ورئيس الحسابات بمحكمة الجنايات على اسناد تنفيذ بنود تم نحوها وفساد موجود في المكان. الناس يا اخوانا اللي طلعوا على المعاش حسوا ان دي بيضة ذهب ما يسيبوهاش، عاينوا انفسهم مدربين ب30 مليون جنيه في السنة. الاعمال الادارية المنصرفة وصلت، الاعمال الادارية في المشروع وصلت اكتر من ربع مليار. ألستم معي ان المشروع لم يكن له دراسة جدوى حقيقية؟ ألستم معي انه لم يسهم حتى الان في توفير فرص عمل للشباب؟ ألستم معي ان المشروع لم يسد احتياجات مصر من الانتاج الزراعي؟ ألستم معي ان المشروع لم يسهم في نقل الكتلة السكانية من الوادي الضيق الى افاق تشكى؟ ألستم معي ان الحكومة باعت القطاع العام من اجل 7 مليارات لزراعة 540 الف فدان؟ هتبيع ايه لزراعة 3.4 مليون فدان؟ لم يعد امامها الا الشعب المصري للبيع. الشعب المصري عمره ما يقبل البيع. ومن هنا فقدنا الثقة في الحكومة، واطالب بسحب الثقة من الحكومة وارجاعها للشعب ليسترد امواله المهدرة وحريته ليقود بلده ومشاريعه بنفسه. واطالب بانشاء جمعيات زراعية في دوائر كل نائب بمساحة 1000 فدان يتم توزيعها على شباب مصر، وابدأ بشباب الصعيد عشان هم اللي يزرعوا، لان الحكومة فشلت في ايجاد فرصة عمل حقيقية. واللي انا بقوله ان الحكومة بتاعتنا فقدت مصداقيتها وفقدت وجودها، وبطالب بلجنة تقصي حقائق توصل وتشوف اللي بنقوله هل هذا حقيقي ام هذا خيال، هل الهرم اتكون ام الهرم اتهدم. نريد ايها الاخوة ان نصلح، ان الحكومة لن تستطيع ان تبني مصر، ان الذي يبني مصر هو شباب مصر وحده هو القادر، والحكومة في قيام انا بقول يدخلوا الارض ويرجعوا الارض وتوزع هذه الارض لمجهودهم عليهم عشان يصلح حال مصر. شكرا. امشي مصر بخير واسم بقى مصر بخير طالما الحكومه هتتنازل والحكومه هتتلاقيه. والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شكرا جزيلا. النائب المحترم مصطفى بكري فليتفضل بعرض استجوابه.